السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على قناة ضربة مفك. القناة بتقدم لك كل جديد في عالم الموبايلات والتقنية بطريقة بسيطة ومفهومة لكل الناس. هتلاقوا هنا شروحات سهلة وبسيطة ومراجعات لأجدد الموبايلات في السوق، ونصايح تخليك تستخدم موبايلك صح وتستفيد منه لأقصى درجة من غير تعقيد ولا وجع دماغ. أهلا بيكم يا جماعة في فيديو جديد، والنهاردة هنتكلم عن أحدث هواتف هواوي ميت 70 اير، وأنحف موبايل نازل من الشركة لحد دلوقتي، وجهاز فعلا مميز جدا لو بتحب الموبايلات الرقيقة والقوية في نفس الوقت. التصميم والحجم. الجهاز نازل بسمك 6.6 مللي بس، وده يعتبر رفيع جدا مقارنة بالمنافسين زي سامسونج S25 Edge أو ايفون 17 اير اللي بسمك حوالي 5.6 ل 5.7 مللي. لكن الفرق هنا إنك ما بتضحيش بالبطارية. وزن الجهاز 208 جرام، تقيل شوية بالنسبة للآيفون والسامسونج اللي حوالي 165 ل 170 جرام، بس الوزن ده بيخلي الجهاز تحس إنه متين وقوي. الشاشة من زجاج والظهر من بوليمر، والفريم غالبا خليط بين المعدن من جوه والبوليمر من بره. الجهاز بيجي بدعم شريحتين اتصال عاديين وبدعم 4G فقط في منطقتنا، ومعايير مقاومة الماء والغبار عنده IP68 و IP69 وده ممتاز جدا، وكمان بيدعم NFC. الشاشة هواوي ركزت جامد على الشاشة، فهي منحنية من الأربع جوانب، حجمها 7 بوصة أوليد، مليار لون، معدل تحديث 120 هرتز، وبتدعم HDR10 و HDR10 Plus. اللمعان ممتاز جدا، 4000 نيتس في البيك و1600 نيتس تحت الشمس. نسبة الشاشة للواجهة حوالي 91.5%، ودقتها 1.5K مع حماية كونلينج جلاس. الأداء والمعالج. الجهاز بيجي بمعالج كارين 9020E 7 نانومتر أو النسخة 9020B، مش واضح أي نسخة هتنزل عندنا، مع رام 12 أو 16 جيجا ومساحة تخزين 256 أو 512 جيجا بدون دعم للذاكرة الخارجية. أكيد المعالج مش أحدث حاجة في السوق، لكنه بيقدم لك أداء ممتاز للمهام اليومية والألعاب الخفيفة والمتوسطة. الكاميرات. الكاميرا الأساسية 50 ميجا بكسل، فتحة عدسة 1.8، مثبت بصري، تصوير 4K 60 FPS. التليفورتو 12 ميجا، فتحة 2.4، مثبت بصري، زوم بصري 3x تقريبا. الألترا وايد 8 ميجا، فتحة 2.2، مش مثبتة بصريا. الكاميرا الأمامية 10 ميجا، فتحة 2.2، تصوير 4K 30-60 FPS. البطارية والشحن. بطارية عملاقة 6500 ملي أمبير، بتدعم شحن سريع 66 واط وشحن عكسي 5 واط، يعني هتستمتع بعمر بطارية ممتاز جدا ومناسب جدا للموبايل الرقيق ده. الخلاصة، لو انت من الناس اللي مهتمة بالسمك الرفيع والرفعة هتحب ميت 70 اير جدا. هو رفيع لكن مش ضحى بأي حاجة، البطارية كبيرة، الكاميرات ممتازة، الصوت ستيريو، الشاشة ضخمة وجودة ممتازة. الفرق الوحيد هو المعالج اللي مش أحدث حاجة وخدمات جوجل مش موجودة. بالنسبة للناس اللي شغالة في حاجات حساسة الأفضل يتجنبوا استخدام هواوي. في النهاية هواوي قدمت جهاز متوازن جدا لو بتدور على موبايل نحيف وفي نفس الوقت تجربة كاملة من حيث البطارية والكاميرات والصوت. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتكتب رأيك في الكومنتات. استنونا في فيديو جديد من قناتكم ضربة مفك.